النهارده ان شاء الله هنعمل 2 طاسة كبدة، واحدة اسكندراني وواحدة بلدي. كبدة مع قلوب مع كلاوي. البلدي مقطعاها قطع مربعات كده صغيرة، والتانية الاسكندراني مقطعاها عصافيري وغسلاهم بليمون. الكبدة مش بنغسلها بمية، بنغسلها بليمون يا جماعة. حطها في المصفى وعصر عليها ليمون وسبتها شوية مع بعض. التتبيلة بقى هعمل نفس التتبيلة للاتنين: معلقة توم، حتة فلفل اسمر صغيرة، كزبرة وكمون، وهعصر عليه ليمونة ونص. انا كنت مطلعة ليمونة ولقيتها قليلة وزودت عليها نص ورا الكاميرا. تمام. وهقلب كده الخلطة بتاعتي تقليبة حلوة مع بعض. وهاخد معلقة من التتبيلة بتاعتي على الكبدة الاسكندراني، ومعلقة كمان على الكبدة البلدي. بس الاول هقلبهم تقليبة حلوة مع بعض. بعد ما حطيت دي اللي فضلت معايا وهخليها على جنب هستخدمها تاني. هبتدي اقلبهم كده. رجعي يا حبيبتي انت مكانك هنا. اقلبهم كده تقليبة حلوة. قلبت الاتنين مع بعض وهدخلهم التلاجة لحد ما اجهز بقية الحاجة. هنا بقى هبتدي في الاسكندراني الاول. حطيت شوية زيت مع معلقة سمنة، وهسيبها تسخن كويس قوي. مهم يا جماعه ان الطاسه بتاعتنا تسخن كويس قوي، هي والماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. نزلت بقى بالكبده الاسكندراني كده وهديها تشويحه، وعايزه اقول لكم ريحتها بجد كانت تحفه. هديها تقليبه لحد ما تغير لونها. ودلوقتي بقى هنزل بايه؟ بحبه فلفل اخضر واديله تقليبه كمان. مستخدمه ميكس يا جماعه، حراق مع بارد، مش مزوده الحراق قوي عشان الاطفال يقدروا ياكلوها. واخدت معلقه من التتبيله اللي فضلت ونزلت بيها وهديها تقليبه كده. واخر حاجه هعملها هديها عصره ليمون، بس هي ما جاتش في الكاميرا، قبل ما اطفي النار عليها. وبكده تبقى طاسه الكبده الاسكندراني معانا جاهزه. ريحتها وطعمها كان تحفه. البلدي بقى ودي ماما ساعدتني فيها لاني ما بعملهاش خالص. فقطعنا شويه بصل حلوين زي ما انتوا شايفين كده، حوالي 4 بصل كبار. وهنزل دلوقتي بالكبده بتاعتي. نزلت الاول بالقلوب والكلاوي وهديهم تقليبه الاول شويه مع بعض، بعدين انزل بالكبده لان الكبده مش بتستحمل وبتستوي اسرع منهم. ماما علمتني كده على فكره، ربنا يديها الصحه يا رب. دلوقتي بقى في النص التاني هنزل بالكبده. انا سبت البصل على جنب لحد ما قلبت الاول القلوب والكلاوي مع بعض. هقلبهم شويه مع البصله وبعد كده هخلط كله مع بعضه، او ممكن تبتدوا تخلطوا عادي يعني براحتكم. حطيت بقى كزبره كمون وفلفل اسمر تاني وهديله تقليبه كده حلوه. وعلى فكرة البصل كنت مدياله رشة فلفل اسمر قبل ما انزل عليه باي حاجة. وهنزل بباقي التتبيلة بتاعتي في النص كده وهديها تقليبة. وعايزة اقولكم اول ما حطيتها ادت ريحة حلوة خالص للطاسة بتاعتي. واخر حاجة بقى هنزل بيها هو حبة فلفل اخضر. وهنقلب كل ده وبرضو هديله عصرة ليمون. وبكده برضو الطاسة بتاعتي التانية هتبقى جاهزة اهو. والبذر اللي بيقع ده انا بتلفاه ورا الكاميرا يا جماعة، مش بسيبه على فكرة. ودي العشاء بتاعي جاهز: الكبده الاسكندراني وكمان الكبده البلدي، وعملت جنبها شويه مكرونه، وجنة عملت لنا احلى سلطه طحينه. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نكبر واحنا مع بعض ان شاء الله. وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده. مع السلامه. باي. لولو بتقول لكم باي. قولوا لهم باي.